يدعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي طريق السيار فاس وجدة الاثنين باتخاذ إجراءات لازمة لتجنب أي تنقل أثناء العاصفة إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. يأتي ذلك عقب النشر الإداري الصادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية مساء أمس الأحد، معلنة هو ورياح قوية مع تغير الغبار في بعض الأقاليم منها إقليم توريت، كذلك يوم الاثنين 23 من أكتوبر. ولطلب أي معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، تذكر الشركة مستعملي طريق السير بالاتصال بمركز نداء 5050 للاطلاع على تطبيق قضايا الترافيك. شكرا على اهتمامكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.